معاكم ياسر القاضي من عالم البودره. انا بعتذر للناس اللي عايزاني اعتذر ان بقالي فتره طويله ما بعملش فيديوهات، بما ان الناس حباني في المجال العلمي اكتر فهبتدي ارجع للنوع ده من الفيديوهات. والنهارده ان شاء الله تتبسطوا من الفيديو. هبتدي اتكلم عن حاجات علميه، يعني مثلا الذاكره العضليه، الماسل ميموري، اللي بسببها بتقدر تسترجع جزء كبير من عضلاتك بعد فتره طويله من الوقوف عن التمرين. ايه اللي في جسمك بيخليك تسترجع كل العضلات دي؟ او مثلا ليه عضلاتك بتقل لما بتوقف تمرين؟ ايه اللي بيخلي العضلات تقل؟ علميا العلم دايما بيقوي الشخص، ولما تعرف الحاجات دي هتقدر تتناقش مع اي حد في ايه اللي بيحصل في جسمك. ولما تبقى اساسا عارف ايه اللي بيحصل في جسمك فده هيفيدك انت في تعزيز نقط القوه اللي عندك، وانك تحسن من نقط الضعف اللي عندك. خلونا نخش في الفيديو اللي هيتكلم عن ايه اللي بيحصل في جسمك لما بتاكل وجبه فيها كربوهيدرات كتير. يلا بينا. دخلت البيت جعان فشخ، بدور على اي حاجه تاكلها، لقيت فراخ ورز. قعدت تاكل في الرز والفراخ والرز بالراحه. بعد ما اكلت الرز اللي هو عباره عن كربوهيدرات معقده. يعني ايه كربوهيدرات معقده؟ السلاسل الكبيره دي عشان الخلايا تقدر تمتصها وتستفيد منها كمصدر للطاقه لازم تكسرها سلاسل صغيره. السلاسل الصغيره دي هي الجلوكوز اللي هو ابسط انواع الكربوهيدرات اللي بتقدر تستخدمه للطاقه. بعد ما هضمت الكربوهيدرات دي في بقك باللعاب وبرضه في جهازك الهضمي كله بمختلف مناطقه، ابتدى الجلوكوز يتجمع في مجرى الدم. يعني السكر ابتدى يعلى، والسكر ده اكيد هيعمل حاجه في جسمك. بما ان مستوى الجلوكوز ابتدى يضرب في السقف، البنكرياس حس بالموضوع وبيعمل حاجتين: بيبطل افراز هرمون اسمه الجلوكاجون. الجلوكاجون مسؤول عن حرق المصادر الدهنيه لطاقه، فكده كانه بيقول لجسمك ايه بطل حرق، مش عايزينك تحرق. وبيخليك تخش في مود التخزين اللي بيكون سببه افراز الانسولين من البنكرياس. برضه الانسولين بكل بساطه بياخد الجلوكوز اللي في مجرى الدم ده ويبتدي يخزنه في الخلايا بتاعتك. ليه؟ لانه عايز يعمل حاله توازن في الجسم، عايز الجلوكوز اللي زاد في مجرى الدم يقل تاني فجسمك يبقى ستيبل مستقر. لكن في مشكله صغيره، اوعى تفتكر ان الانسولين بيزيد مره وخلاص، لا. انت زي ما انت عارف ان جسمك عشان يهضم الاكل بياخد له كام ساعه، فانت اوريدي في مجرى الدم فيه جلوكوز من الوجبه اللي فاتت. ده بيسبب اول سبايك، يعني اول طلعه في الانسولين، فيبتدي الجلوكوز يروح للخلايا عشان يبقى ليها مصدر طاقه. للاسف الخلايا دي ليها ساعه معينه اللي هي بتبقى حوالي 400 جرام كربوهيدرات لشخص وزنه تقريبا 70 كيلو. حلو الكلام لحد دلوقتي، بس في نقطه: دي طلعت الانسولين بسبب الوجبات اللي فاتت. طب انت لسه واكل وجبه دلوقتي وفيها كربوهيدرات كتير، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل طلعه انسولين تانية، وبسببها هيبقى كميه الجلوكوز اللي رايحه للخلايا زياده عن حدها. طب هنعمل ايه؟ الجلوكوز ده بقى ساعتها بيتحول للكبد، والكبد بيبتدي يحوله لحمضيات دهنيه اسمها ترايجليسرايدز. والترايجليسرايدز دي بتروح للمخزن اللامحدود، المخزن اللي ممكن تعبيه زي ما انت عايز. والمخزن ده هو من الاخر اي حته فيها دهون. بس في مشكله، انك حاسس انك جعان بعد ما ضربت طبق الكشري ورضعه الفهد ورضعه الاسد. ايه العبط ده؟ ليه؟ لان الجلوكوز زي ما قلنا نزل مستواه في مجرى الدم، فده بيبقى ايحاء كاذب انك جعان. ودي بتبقى مشكله لانك بتعلق في السايكل، الدوره دي تبتدي تتعاد. تاكل الانسولين يعلى، الجلوكوز يقل، تجوع، 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 في الاخر بتفشكل. بس اذا انت فاكر ان دي اكبر مشاكلك فانت غلطان، لانك بتخش في مشكله تانية، وهي انه من كتر ما الجلوكوز قاعد بيتحول على الخلايا مثلا العضليه بتاعتك، تبتدي الخلايا دي استقبالها للجلوكوز يقل. بيبقى فيه مقاومه ناحيه الانسولين اللي جايب الجلوكوز، بيقول لك يلا بقى يلا بينا نخش على الخلايا. لا حبيبي، خلاص احنا بقينا نستقبل جلوكوز اقل من الاول، لان احنا لازم نحط حد للموضوع ده، وده حاجه اسمها انسولين ريزيستيفيتي. والنتيجه ان الخلايا بتاعتك بتبتدي تستقبل جلوكوز اقل، وتحول الجلوكوز لنسبه اكبر للدهون، فمع الوقت بتفشل اكتر وتجوع اكتر، والموضوع بيبقى اسوأ فاسوأ. طب ايه حل الموضوع ده؟ ازاي اتعامل مع الانسولين بذكاء؟ ازاي ما يخلوش يعلى بالمستوى ده؟ هل اقلل كربوهيدراتي؟ هل مثلا اعمل حاجه تانية زي ان انا ابتدي اكل اكلات الجلايكوسيميك اندكس بتاعها قليل؟ ان شاء الله ممكن تبقى حلقه جايه. لكن دلوقتي انت فهمت ايه اللي بيحصل لما جسمك بيخش فيه كربوهيدرات، عشان لما تتكلم مع حد تبقى فاهم كويس قوي يعني ايه كربوهيدرات عاليه داخله جسمك. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، خفيف على قلبكم. عايزين بقى لايك وشير بقى لو سمحت، لايك وشير.
بالنسبه للناس اللي بتعلق على جسمي، وانا قلت لكم ان انا كاي جرين او مثلا جاي كاتلر او مثلا روني كولمان، انا جاي هنا عشان احاول افيدك بمعلومات زي دكتور العيون اللي ممكن بيبقى بيلبس نظارات. هو مش لازم تبقى عينيك كويسه، لكن هو فاهم ايه اللي بيضر عينك وايه اللي بيفيده وممكن يكشف عليها. فهمت؟ شغل ده. وكومنتاتكم اكيد لاي افكار عندكم ممكن اعملها الحلقه الجايه، حاجه معينه في جسمك عايز تعرف بتحصل ليه ولاي سبب وشرح تفصيلي ليها، حط الفكره تحت واوعدك ان لو فكرتك كويسه هتكلم عنها. سلام.